اليوم إن شاء الله تكونوا بخير. وأكيد كلكم تعرفوا أنه سفرة رمضان ما بتخلو من أي مشروب، نفس العصائر، فيمتو، كوكتيل وإلى آخره. يعني المهم أي شيء مشروب، فلأنه هيك الدنيا حر برمضان فلازم لنا مشروب في رمضان. والمشروب هو فيمتو وعصير، أي شيء انتم تحبوه، المهم المشروبات. فاليوم رح أنا وتعليم من طبعنا أنه بنحب الكوكتيل، فاليوم جبنا لكم طريقة مختلفة لأنه عجلة الحظ رح تتحكم بالكوكتيل تبعنا. الله يعيننا عجلة الحظ شو رح تختار وشو رح تعمل في الكوكتيل تبعنا، ولازم نشربه. لازم نشربه ونشوف هل طعم أحلى أو بشع. خلونا نبدأ. فنفس ما قلنا لكم فكرة تحت رح تكون أنه رح يكون في عنا عجلة الحظ، وبعدين رح يكون فيها أكلات مختلفة، ممكن أغلبها يكون حلو أغلبها ما حلو، ونشوف آخر شيء النتيجة النهائية. يلا نبلش. وقبل ما نبدأ بالفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنت وتفعلوا الجرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد. وخلونا نبدأ. وهون في عنا عجلة الحظ، رح نلعب حجر ورقة مقص ونشوف مين رح يبدأ أول. حجرة ورقة مقص، حجرة ورقة مقص، حجرة ورقة مقص. أنا دائما غنى. في طبعا أشياء حلوة وأشياء ناس ما شفتوا أنه مو حلوة، نفس اوكي شو أنا الفلفل مو حلو، عسل. لا عسل حلو. اوكي الفلفل ما حلو، ملح وهيك أشياء. 1 2 3 حبة فلفل حلو مشكلة. إن شاء الله شي حلو. 1 2. حليب، أنا كان بدي حليب. يس أنا كان أحلى بدي شيء الحليب أنه هو الكوكتيل العنصر الأساسي. في عنا 12 عنصر، وكل وحدة فيه راح تختار 4 عناصر أو أكثر ما بنعرف. هلا راح نجيب يلا أخلق دوري. اوكي بطلع ونحط الحليب. يلا يلا دورك اعملي صوت 1. وطول. اناناس. يامي. اوكي تعالي نطلع الاناناس. اوكي اتوقع ما راح يطلع طيب. لا حلو، واذا كان انه باقي العناصر تكون حلوه فراح يطلع حلو. افتحي لي اياه. اول عنصر هو عندي اناناس هاد. اوكي في عنا هذا الاناناس المعلب لانه ما عنا الاناناس بيكون فريش. هلا بدنا نشوف دوري. اذا راح يطلع لي فليفلي راح يكون طعم بشع. 1 2 3 1. اوكي راح طول. لا تقولي تعريف. صدق؟ فليفلة. خدي. والله من اول هيدا والله كنت عارفه قبل ما نبدا الفيديو، اول ما هاي. كتبناهن قلت خلص اكيد راح يطلع لي اشياء ما حلوه فيه. هذا صح؟ هذا صح؟ لا غير شوفي هاي شفتوا نفس ما الفليفلة طلع لي ولا ثاني يرجع شوي. هاي طلع الفليفلة. لنا لا هذا راح نستخدم هذا صح؟ هذا صح؟ هاد وكمان راح نستخدم هاد. غير هاي حارة. للاسف نفس ما شفتوا طلع لي هذا من بدايته. أنا كنت متوقعه والله كل فيديو هيك بنعمله بيكون في عقوبات، بيطلع لي دائما الاشياء ما حلوه. يلا خلونا نقطعه ونحطه. وين اول شيء حطه. وعندي انا حرية الاختيار، عندي هذا الفلفل الحار والفلفل الرومي، فانا اكيد راح اختار الفلفل الرومي لانه نفس الوقت انه بيكون اطيب شوي. راح اخذ قطعة واحدة بس. يلا. هلا دور تعرين. لا تقولي. عسل. كان رح يطلع لي بنته. وين انا بجيب لك بس كان بدي معلقة وين؟ لا خلص هو هاتي. انت تحكيلي. لا تكتري. بس. صحيح اناناس وعسل طيب صح؟ ليش هذا حلو. اوكي يلا تعالي بعدين اخر شيء ترى احنا حطيت نخلطه. قليل. دوري ما كترت اناناس. قبل الاعلانات. كل وقت اعلان. هلا صار عندي المكون الثالث وهو دوري اختار. صار شيء حلو. طلع اناناس وعسل. خيار.
صدقوني انه تبع غير ما حيكون طيب. حليب من مع- هذا عنصر خيار يعني. حليب مع فلفل مع خيار. راح اقطع طبعا، ما راح احطه كله لانه وأنا- طعم ما راح يكون حلو. وتتخيل هلا لا يطلع لك وينتا. اذا فهمت خلاص راح اوقف التحدي. كوعتها قطعت بس 3 بس. وهلا العنصر الثالث والاشياء اللي حطيتها لهلا كلها حلوه. خليهم هلا ادور. ان شاء الله شيء بشع عشان يكون تبعي احلى. يلا 1 2 3. عنب. اتوقع بس لو نحطه ما راح بس يكون لا ما حلو. بعرف الطعم ما راح يكون. اوكي راح نحط عنب. كم واحد احط؟ ما واحد؟ بعرف على كيفك. لا ممنوع واحد. بدي اذا بقطع احسن. لا يلا كمان حطي. ثلاثة بس يا حطي واحدة. بس يلا خلاص. اتوقع لو راح اخلطه راح يكون لون زهري. يلا هلا دوري. بسم الله بسم الله بسم الله. ان شاء الله شيء حلو. طماطم. ماني مصورة. ما فيها كل شوي شيء ما حلو. دوري فلفل رومي، دوري خيار، غناء لازم تشربي كله. خضروات، غناء كوكتيل الخضروات. لازم أوكي، تشربي طلع العصير طماطم. كله. يا زكية مو هيك. قطعي بالنص. هيك مو هيك. هيك. اوكي يلا. وإذا طلع هذا العصير حلو أو الكوكتيل حلو، راح أعمل منتج لإلي ويكون مسمى باسم غنى. لا. كوكتيل العجيب. اوكي يمكن انا يكون وأعطيكم الوصفة. اوكي يلا. هلا انا حدور هلا كل شيء حاطه طيب. لا مو فلفل. خيار. از اوكي الحمد لله مو نفس غنى كل شيء ويت بشع. لا في صح في قانون انه اذا الشيء طلع لي انا ممنوع تاني ترجع تحطه. ليش؟ فكل وحده لا فينا تختار 4 اشياء. انا حطيت 4. انت حطيت هلا 4 اشياء انا حطيت 4 اشياء ولسه في كان عندي امل. خلص خليها 5. يلا تاني رجع اختار مرة ثانية. ليش؟ اختار مرة ثانية. انا حطيت برتقال. اوكي منيح. الحمد لله مو فلفل عصير. عن جد طلع هذا احلى من تبع التعدين. هلا طلع لي برتقال ورح احط. واحدة إلي. هنا راح احط اخر عنصر وانا هلا لعدت الان على امل انه يطلع لي شيء حلو بعد كل هالاشياء. أنا حطيت برتقال. يلا. ما في شحن. موز. يلا. اوكي شيء حلو مقبول، بس مع هاي الخلطة يمكن تطلع طيبة. مقبول مع حليب وفلفل وطماطم. يلا راح أنا. احط راح احطه كله. انت ضل لك أنت لا ما تشوفي. اوكي السكينة وين؟ ما بصير طماطم. وين السكينة وين عندك؟ لا. طلع لي طماطم بس غير طلع لها طماطم مشان هيك راح ادورها مرة غيري. ثانية. اغير. اوكي انا حطيت موز. فلفل طلع لي. عادي انا اخترت هذيك الفلفل الرومي. تعالي المفروض تحط منها. لا ما بصير حبيبتي ما بصير. اوف
خلاص راح يطلع لك. لا تمسكي. بقى تفاح ما حدا طلع له تفاح، سو تعالي راح يطلع لك. خذي هلا نحط التفاح. خلصنا الجوز صح؟ بما انه زاد في شيئين زادوا فراح نحطهم، ومشان هيك خلونا نعمل 1 2 3. زاد الملح والفلفل. برتقال حطيناه. خلص بس خام جول صح؟ اوكي غير خلاص راح نعمل بس خام جول، وهدول انا هاد تبعي انا طلع انا اشوف الاحسن انه انت تحت تحط الملح انا احط فينيجر. لا ليش؟ لانه انا ما عندي شيء سائد، ما عندي عسل سائد. ما دخل، وهدول هن الاشياء رح نخلطن. اوكي يلا رح نخلطن ونرجع لكم. لو كان طالع هلا الموز والحليب بيطلعوا بجننوا، بس انه معلش الاشياء الثانيه فاصل ونواصل نرجع لكم. وهلا خلطنا شكله طيب، شكله حلو بس لو حنشربه كيف الطعم. الصدمه. فهدول هن تعالي طلعوا تبع برتقالي وانا على البشري، فهلا رح ندوق، لسه ما دقناهن نشوف الطعم. انت حتعمل ريحتهم. ريحته طيبه صح؟ انا تبعي طعم نفس الحليب والموز مع بعض. اوكي يلا وان شو ويت يلا 1 2. اعطوني محارم. مرة طعمه يومي عن جد مرة طعمه والله. والله طيب. طيب تو انه تبعك يومي تبع تعليم طيب. ما حبيته كتير وما له طعم، فتبعي ما حبيته. تبعي طيب. رح نسمي عنوان الفيديو الثاني. انا حطيت شوية مي لانه ما كان في مي. والصراحة ما بعرف ليش تعليم ما حسيت بطعم الملح، لانه عبيت تبع ملح. والله والله صورت المقطع وما بعرف ليش تعليم ابدا ما حسيت بطعم الملح عن جد، يعني عبيته منه. ما لانه يمكن حطيت له مي، بس حتى بعد المي حطيت. انا يمكن بكره اعمل لاهلي من هذا العصير لانه كثير طيب. شوفوا انا شو شربت منه، انا شو شربت منه. الصراحة انا تبعي ما حبيته، وبس هذا كان فيديو اليوم. اذا حبيتوا واستمتعتوا فيه لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنت وتفعلوا الجرس مشان يوصلكم كل جديد. واكيد رح نعمل لكم اجزاء تانية بس مختلفة، ممكن انه عجلة الحظ تحدد سحورنا، فطورنا، ملابسنا، اي شيء. وباي.